اتخيل معايا السيد كان سارح الغنم ديالو وهز معاه البيسي والتليفون في الجبل، والغد ليه غيتقوا عليه البوليس وغيقولوا ليه 200 مليون اللي حولتيها للحساب ديالك في البنكه منين جبتيها؟ قال لهم اش من 200 مليون كتهضروا عليها؟ قالوا ليه يا الله معنا حتى لتما وغادي تعرف كل شيء. الناس ديال القبيله كانوا كيضحكوا على المعطي وكيقولوا عليه هبيل ومفرفر، لا حقاش كان تيدير شي تصرفات ماشي طبيعيه بالنسبه لهم. مثلا هو عنده 30 عام في العمر ديالو وباقي كيلعب مع الدراري الصغار في الزنقه. المعطي كان مكلخ في العقل ديالو بشهاده والديه وما قدرش يتفوق في القرايه ديالو، خرج من الكاتريام لحقاش دوب العامين والعام الثالث جراو عليه. ولكن قالوا الناس القدام العود اللي تحقرو يعميك. ملي وصل 22 عام في عمرو شرا اول تليفون وبدا كيكتشف العالم ديال البرمجه. اتما لقى راسو نادم بزاف حيت خرج من القرايه حيت خاصو ضروري يتعلم اللغه الانجليزيه. مشى للوالد ديالو وقال ليه با خلص عليا ولا سلفني ندخل المدرسه نتعلم غير اللغه الانجليزيه صافي. اباه حيت كابر وعايش في العروبيه قال ليه سير تبع الغنام ونعاش سرح وحيد منك هاد الهضره الخاويه. وكيما العاده قبل ما نكملوا القصه ما غتخسر والو الا ما درتيش متابعه دير هذا بنيت وتهبط تكتب شي تخربيشه لتحت في التعاليق. راني تنقرا التعاليق ديالكم كاملين واحد واحد. صافي درتي كل شيء يلا نكملوا القصه ديالنا. المعطي خدم عقلو ودار مع باه حيله ذكيه. باه اللي عزيز عليه الغنم والبهايم قال ليه اش بان لك با نسرح لك عام كامل بلا فلوس او في المقابل تخلي لي معزه ونعجه من القطيع ندير بهم اللي بغيت وما تدخلش فيهم. أباه وافق بلا ما يتردد حيث مصلحته هي يسرح ليه عام كامل. ولكن الصدمة هي أن المعطي مشى باع هذيك النعجة والمعزة وشرى بهم بيسي. أباه قال ليه واش حماقيتي ولا شنو؟ ولكن الأم ديال المعطي تدخلات وقالت لرجلها انت عطيتيه وعد ايوا بعد من الدري وخليه يدير اللي بغى. ومن هنا بدات القصه ديال المعطي. نهار كامل وهو في الخلا كيسرح البهايم وهو هز معاه البيسي في جنبو. شاط ليه شويه ديال الفلوس ودار بها اشتراك ديال الويفي عام كامل وديما تتلقاه خاشي راسو في البيسي. اباه مشى عند مراته وقال لها ولدنا واش بعقلو ولا نديروا ليه شي حاجه قبل ما يفوت الفوت؟ حيت المعطي كان كيقول لهم غندير الفلوس كثيره وغنخرجكم من هذا الفقر وتماره. والوالدين ما فاهمين والو. واحد الصباح باه قال ليه المعطي نوض تصرح وحيد عليك داك المشقوف راه غيعميك وغيدوخك. جاوبوا المعطي وقال ليه شتي هذا المشقوف الوالد راه غنشري لك به 1000 نعجه اللي كنتي كتحلم بها حياتك كامله. داز 7 سنين. المعطي كان كل عام كيجمع مبلغ وكيخسروا على داك